لو ما عملتيش الكبد والقوانص بالطريقة دي يبقى ما كلتيش كبد وقوانص قبل كده. دي طريقتها تحفة، مفيش فيها ريحة زفارة، مميزة وسهلة وحلوة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. احنا معانا مية مغلية، هنحط فيها بقى ايه، عود قرفة خشب وورق لورا وشعرة فلفل اسمر فص حبهان. انا بحب اخد الكبد والقوانص غلوة الاول كده عشان ننزل منها اي زفارة. الخطوة دي مهمة وبتفرق يا جماعة على فكرة. نشيل الريم بقى من على الوش كده واول ما تاخد بس غلوة واحدة كده هننزل بيها بقى ايه تحت المية ونغسلها برضو تاني عشان نضمن ان مفيش فيها اي زفارة. والتوابل اللي احنا حطيناها الورق اللورا والقرفة الخشب بتقضي على اي ريحة زفارة نهائي. وغسلناها ونضفناها. تعالوا بقى نجهز حاجتها مع بعض. احنا جبنا بصلاية كبيرة كده محترمة وبشرناها. وبعد ما بشرناها يا جماعة انا حطيتها في المصفى الصغيرة عشان تنزل ميتها، لان انا دلوقتي عايزة البشر بتاع البصل بس مش عايزة المية، وهقول لكم ليه دلوقتي. تمام، احنا بشرناها مع بعض وهنسيبها بقى ايه تنزل ميتها على ما احنا نقطع الفلفل. انا خدت واحد حامي واحد بارد لان مش عايزاها حامية أوي، بس هي بصراحة كانت حامية جدا جدا. فانا اختياري لو انتي عايزة تقطعي الاتنين رومي، فلفل رومي براحتك عادي. تمام، احنا نقطعهم بقى مع بعض. الطريقة بجد يا جماعة تحفة حلوة جدا جدا وريحتها مميزة. تمام، بس هي فعلا كانت حامية لان انا صراحة حطيت شطة كتير. تمام، احنا نقطع الفلفل بقى كده مع بعض. ايه، واختياري برضو، اختياري الفلفل ده اختياري. تمام، بعد ما نقطعهم بقى مع بعض كده هنجيب بقى الكبد والقوانص بتاعتنا. وزمانهم بقى بردوا، احنا هنجيبهم بقى كده ايه بعد ما بردوا ونقطعهم بقى ايه حلقات حلوة كده. مفيش فيها ريحة زفارة نهائي نهائي والله يا جماعة. لازم الخطوة دي لازم. تمام، فاحنا هنقطعهم بقى مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا حابين بقى التقطيع زي ما انتوا حابين. تمام، بعد ما هنقطعهم بقى كده هنجيب بقى معلقة من السمنة، سمنة بلدي سمنة عادية المتوفر. تمام، وهننزل بقى ايه بالفلفل اللي احنا قطعناه سوا الاول مع بعض. انا بحب السمنه تسخن قوي، يعني السمنه تقدح قوي، وبعد كده بقوم نازله بقى بالفلفل كده يعمل طشه حلوه. بس التركه بتاعت الفلفل تشويحه الفلفل الاول بتبقى ليها ريحه مميزه. آه ريحه حلوه. تمام، احنا نزلنا بقى بالبصل. شوفوا انا خدت التفل بتاع البصل بس الميه احنا هنحطها في الاخر. تمام، شوحهم مع بعض تشويحه حلوه كده يتبلوا. وبعد كده بقى ننزل بالكبد والقوانص بتوعنا وهنشوحهم مع بعض بقى ايه تشويحه حلوه كده مع بعض. انا ما رضيتش بقى انزل بالبصل كله بميته لانه كان هينزل ميه وما كانش هيديني التشويحه اللي انا عايزاها، فاهمين؟ كان ما كانش هيبقى حلو. تمام، فاحنا نحط بقى ايه معلقه حلوه من البابريكا ومعلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من بهارات الفراخ وملح وفلفل اسمر. انا قلت فلفل اسمر. تمام، هنقلبهم بقى مع بعض كده تقليبه حلوه محترمه. وهنسيب بقى هنضيف الاول الميه بتاعه البصل. تمام، وهنسيبهم بقى مع بعض كده على نار هاديه ياخدوا ويدوا كده مع بعض. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ادي الميه بتاعه البصل. هنغطي بقى عليهم ونسيبهم بقى ايه على نار هاديه. تمام، وبعد كده بقى احنا ايه يا جماعه هنجيب بقى الخلطه بتاعتنا احنا نجهزها على جنب لما هي تستوي. احنا هنعصر معانا ليمونه وهنجيب معانا فصين توم كده كبار وهنهرسهم كده او نقطعهم او نبشرهم. تمام، وبعد كده بقى نجيب معانا عودين كزبرة خضراء. والله ريحتها مع التوم مع الليمون مع الخل رهيبة بجد والله بتنقلها في حتة تانية. تمام، هنقطعهم مع بعض كده وهنحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الخل. صدقوني والله الوصفة دي بتقضي بقى على ريحة الزفارة نهائي. تمام، احنا هنقطعهم مع بعض بقى كده ايه وهنركنهم على جنب على ما نروح نشوف بقى ايه كبد والقوانص بتاعتنا عامله ايه دلوقتي. بصوا عظمه، عظميته يا جماعه، شفتوا تحفه تحفه. الريحه قلبت البيت وجوعت الاستاذ تيمور. هنحط بقى معلقه من هريسه الشطه اللي احنا عاملينها اللي انا صورتها معاكم قبل كده، اللي انا قلت لكم بتنقل الاكل في حته تانية خالص، ريحتها جباره. شفتوا الاستاذ تيمور هيتجنن مستني العشاء. تمام، احنا شوحناها ريحتها صدقوني يا جماعه والله تحفه تحفه. انسي اي طريقه كبد وقوانص انتي جربتيها قبل كده.
لازم تجربوا الطريقه دي، صدقوني هتعجبكم. اللي انا مقطعاه في الطبق ده بقدونس، تمام. انا بحب احط لها فرشه كده في الاول من الخضار، تمام. وهننزل بقى بالكبد والقوانص زي ما انتم شايفين، رهيبه ريحتها تحفه بجد والله، تمام. وهننزل بقى بيها، وبعد كده بقى هنجيب التتبيله بتاعتنا اللي احنا عملناها. عايزين تحطوها بعد ما تطفوا النار وتقلبوها بحيث ان هي تدبل شويه براحتكم، بس اهم حاجه ما تكونش على النار، تمام. احنا نزلنا بيها كده زي ما انتم شايفين، تحفه تحفه. نفسي جربوا ريحتها كده وطعمها، تشوفوها عامله ايه عشان تحكموا بنفسكم والله، تمام. احنا نزلنا بقى بالتتبيله بتاعتنا كده، وكمان انا كان عندي عامله هنا عندي توميه، هبقى اصورها معاكم. توميه معاها برضو رهيبه رهيبه، تحفه، تمام. ادي التوميه، هي مش باينه قوي بس انا هبقى اصورها برضو معاكم. ادي اكل النهارده بتاعنا خلص. الوصفه تحفه، اتمنى ان هي تعجبكم. عايزاكم تدعموا القناه بتاعتي، واتمنى بقى تشتركوا في القناه وتدعموها، وتنسوش بقى ايه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.